وهنا سحب القطر من جنبه واستعد. أول ما شافه جاي عليه بالمكنة، التاني جاي مش عارف حاجة ولا عارف مين ده ولا إيه اللي مستنيه. وبالفعل أول ما وصل عنده بالمكنة ويا دوبك عداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الموضوع بكل تفاصيله ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس كالعادة وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا الجديدة علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات. ويلا نبدأ. اللي في الصورة قدام حضراتكم ده اسمه أحمد محمد عبد المجيد، عنده 43 سنة، من محافظة الدقهلية، مركز بلقاس، وبالتحديد قرية المعصرة. راجل بسيط ملوش مشاكل مع حد ولا بيعمل مشاكل، الكل بيحبه وبيشهد بأدب وأخلاق واحترام. الراجل مكافح واعي البيت وعنده بناته اللي بيجهزهم للجواز، وابنه ال15 سنة بيساعده في مصاريف البيت. ومن أيامه حسب الشهود اللي كانوا متواجدين في المكان وشاف المشكلة اللي حصلت مع ابنه، قالوا إنه في شاب مشهور بعماد القط كان معدي من جنب الورشة وبيبص لابنه بصات مش كويسة. ابنه من جوه بيسأله بيقول له انت بتبص لي كده ليه؟ المهم حصل ما بينهم مشادة قلبت بمشكلة. عماد القط الشهير بعماد القط ده ضربه بالقلم. الناس حشتهم من بعض. الولد فضل يقول والله ما هسيب القلم، والله ما هسيب ضربتي. الناس حشتهم من بعض وشالتهم. وفي الوقت اللي الناس بتحوشهم عن بعض ودخلت الولد الورشة وقالت له خلاص، كان عماد القط دخل محل واشترى منه قطر. اتصلوا بابو الواد وقالوا له تعالى هنا بسرعة، ابنك معاه مشكلة، في واحد دخل اعتدى عليه في الورشة وضربه بالقلم واحنا حشناهم عن بعض. مفيش اي مواصلة هو يجي بيها، خد مكنة من واحد صاحبه واتحرك بيها عايز يشوف ايه اللي حصل مع ابنه وايه المشكلة بالظبط. الراجل قال انا والله ما رايح على اي مشاكل ولا واخد حاجة معايا ولا واخد اي حد معايا، انا رايح اجيب ابني بالمكنة وارجع البيت بيه. طبعا اللي اسمه عماد القطي ده كان مستنيه بقطر على الطريق. قال هو يعرفني وانا ما اعرفوش، انا ما شفتوش قبل كده بس هو يعرفني كويس، بدليل ان انا اول ما وصلت عنده بالمكنة. يعني تعالوا هنشوف الفيديو مع بعض كده من الاول. بص كده اللي ظاهر في الفيديو ده هو عماد القط اللي معاه المشكلة. أول ما شافه جاي بالمكنة استعد وسحب القطر من جنبه ومسك القطر وجهز نفسه. اللي على المكنة قدامكم ده أبو الولد اللي هو معاه المشكلة، ما يعرفوش أصلا، فمعدي عادي مش واخد خوانة. هوب التاني غدر بيه. أول ما وصل عنده يا دوبك عداه بكام سنتي كده بالقطر ونزل فيه. بص أنا عايز أقول لك في كل حتة في جسمه عدد الغرز اللي خدها أكتر من 170 غرزة. الضرب كله كان في الجزء اللي فوق ناحية الفك والوش والرقبة، يعني كان ممكن يروح فيه. في ضربة كانت جاية على رقبته صدها بدراعه برضه. أكتر من 170 غرزة بالقطر. يعني بص اهي الناس بدأت تجري عليهم، الناس اللي هي كانت حاضرة المشكلة من البداية. فيه اللي جري يسعفه وفيه اللي جري ورا الولد. طبعا اللي حصل بعدها حاولوا يمسكوه. طبعا جري ودخل بيت واحد كده في الشارع. صاحب البيت طلع للناس قال مش هينفع واللي بتعملوه ده غلط، احنا هنبلغ المركز والمركز يجي ياخده. وبالفعل الجهات الأمنية كل التحية والتقدير ليهم جم وخدوه من البيت ده. ومن خلال الفيديو ده بنوصل استغاثته وبنطالب بأقصى العقوبة على الجاني اللي وصلنا عنه إن هو ليه أكتر من مشكلة مع أكتر من شخص. فاحنا من خلال الفيديو ده بنطالب باقصى العقوبة عليه علشان يكون عبرة لغيره. ابو الولد بيقول انا عايزكم توصلوا صوتي ومش عايز اكتر من حقي. قال انا مش رايح على مشاكل، بدليل ان انا لا واخد معايا حد ولا واخد معايا حاجة وما اعرفش الشخص ده نفسه. قال انا رايح اجيب ابني من الورشة واخد اروح البيت وافهم ايه اللي حصل معاه. قال اتفاجئت ان ده نزل عليا بالقطر في كل حتة في جسمي. فكل اللي بيشوفني دلوقتي يا جماعة يعمل مشاركة للفيديو ده في كل مكان علشان حق الراجل ده يرجع. بس كده اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.